بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف وصفة النهاردة، بجد بأقل حاجة وبأقل إمكانيات هتعملي أحلى غدا النهاردة. معايا هنا بطاطستين مقشراهم ومقطعاهم مكعبات صغيرة، هحطهم كده يغلوا وهحط عليهم يعني حاجة بسيطة خالص ملح، لأني لسه هحط ملح تاني في التتبيلة. ومعايا ربع معلقة كركم، وهحطهم لحد ما يتسلقوا كده ويستوى، هما موجودين على العين التانية اهو. ومعايا طاسة تانية فيها شوية زيت صغيرين، هنعمل فيهم برضو وصفة تانية. ومعايا بصلاية مفرومة ومتقطعة صغير، هديها تشويحة كده لحد ما تدبل. تمام يا بنات، وهشوف البطاطس كده اشوفها استوت. تمام، لقيتها استوت، هرفعها من على النار على طول وهصفيها. هصفيها من المية بتاعتها دي، مش هغسلها ولا حاجة، هحطها في طبق بقى ونشوف هنعمل فيها ايه. تمام، هقلب في البصل كده يدبل بس شوية، هنزل عليه بربع قرن فلفل اخضر حامي بقى بارد زي ما بتحبوا، يعني زي ما بتحبوه في الاكل. تمام، وهقلبهم كده شوية. هنزل بقى عليهم مقطعة طماطمتين كده، قطع صغيرة خالص، او لو حابة تبشريهم، بس هما كده كده يعني لما بيستووا بيروحوا خالص، يعني مش بيبقوا باينين. هنزل بقى عليهم بشوية ملح وشوية كمون بس، وهقلبهم بقى كده واغطي عليهم لحد الطماطم ما تستوي خالص في قلب البصلة والفلفل، وهرجع لكم تاني. بس كده سبتها 5 دقايق كده بس. بصوا بقت عاملة ازاي، استوت خالص، مش باينة الطماطم، يعني مش باينة قطع. تمام، ومعايا كيس فول من يعني احنا بدمس، يعني كل فترة بدمس حوالي نص كيلو كده او كيلو فول، وبحطهم في اكياس في الفريزر لفطار لعشاء. فطلعت منهم كيس فك معايا اهوت، وهعمل بيه الغدا النهارده. بنتي مش هتاكل من الفول والاكل ده، ففي شويه مكرونه اهو بسخنهم لها، واحمر لها معاهم بطاطس، وهتتغدى هي بيهم. تمام، نرجع هنا بقى كده لسلطه البطاطس. حطيتها في طبق، ومعايا يعني حوالي فصين او 3 توم مفروم، وربع معلقه شطه، وعليهم معلقه زيت ومعلقه خل، ويعني كمون وشويه ملح صغيرين خالص، لان انا كنت حاطه في السلق، يعني حاجه بسيطه برضو ملح عشان ما تبقاش حادقه منك. وهقلبهم في بعض وانزلهم على البطاطس. تمام، دي كده التتبيله او الدريسنج، او يعني زي ما تحبي تقولي عليها. وبقلب بالراحه كده، ان البطاطس مسلوقه وانا عايزاها تفضل محتفظه يعني متبقاش مهروسه، تبقى محتفظه بس بشكلها مكعبات كده. تمام، يعني اخلي بس التتبيله توصل للبطاطس كلها. ومعايا عود شبت صغير خالص بس كده، يعني يدي منظر بس. وبقيت عود الشبت حطيته على التسبيكه بتاعه الفول، برضو بتخلي طعمه حلو قوي. ادي الفول استوى معايا، بجد كان طعمه خطير وريحته تحفه. جربوه كده، وجربوا كده يعني الاكله دي. بصوا يا جماعه، هو لازم يوم يشيل يوم، يعني مش كل يوم هنعمل وصفات آه، غاليه وكده، يعني فلازم يعني يوم في نص الاسبوع كده يبقى شايل برضو. بجد كان طعمهم وريحتهم بجد تحفة. جربوه يا بنات، ولو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسونيش بلايك واشتراك بالله عليكم. تمام، بحبكم جدا في الله. مع الف سلامة.